نرتب السرير. اتصل بيا بابا سوري تمام عشان يقول لي الجمله اللي كل ست تحب تسمعها في العالم، ما اعتقدش ان في حد يختلف عليها. تمام اما اشوف بقى البت دي مين وبتقول ايه وايه الحاجات البسيطه جدا. هنا قليل ادب قليل ادب ما ترباش. انا كنت واثقه من نفسي ومصوره لكم الوصفه اعمل مساج للدماغ كتر ما هي حلوه بس هو بجد ما بقاش صحي خالص. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد وهبدأ معاكم اليوم من اوله خالص، من اول ما نصحى من النوم، وكمان هناخد يومين ورا بعض. شفتوا انا مدلعاكم النهارده. اول ما بصحى كده بفتح شباك اوضه النوم واخلي الاوضه كده تتنفس شويه، وبعدين يعني اروح على المطبخ واشوف. طبعا في حاجات كتير قبلها بتحصل اكيد، ندخل مثلا نغسل وشنا، نشوف البيبي بقى، نغير له مش عارف ايه، كل الكلام ده. بس انا داخله معاكم على الفطار عشان دي الفقره المفضله طبعا ليا ولاي حد بتهيألي. طبعا انا زهقت لكم بصراحه من البيض اللي انتوا بتشوفوه في كل فيديو، بس انا بجد يعني الايام دي مش بيبقى ليا نفسي افطر غير بيض بس. شفتوا انا بحط على فكره لبن على البيض بيخليه احلى، بيخليه بصراحه كده يعني بيبقى طري كده وجميل يعني. فقولولي كده لو عندكم اي افكار جديده للفطار، لان انا بدات ازهق، ومن كتر الزهق فبدات اعك كمان. فانتوا تشوفوا كميه عك النهارده في الفيديو، هتلاقوني حاطه جبنه على تونه على بيض على اي حاجه في التلاجة بحطها عشان انا زهقانه من الفطار، مش عارفه بصراحه اخترع حاجه جديده. بس في نفس الوقت يعني بصراحه لو ما فطرتش بيض، يعني لو الفطار ما فيهوش مثلا بيض، بحس ان انا كده ما فطرتش. قبل كده كان ممكن اكتفي مثلا بجبنه مثلا لانشون او بيفي او كده، لكن الايام دي لا، الايام دي انا عايزه بيض بطريقه غريبه. ده طبعا اكل سولي ما شاء الله ما شاء الله. دلوقتي بقى لما يشوف حد بياكل بيبقى فاهم ان ده اكل، فبيبقى هو كمان عايز ياكل، يعني ما شاء الله. انا بجد بنبهر، يعني انا ساعات ببص له كده بقول يا ربي هو امتى كبر. يعني ما شاء الله بيكبروا بسرعه، يعني ربنا يحفظهم ان شاء الله ويبارك فيهم. بصوا هنا حضرت الفطار وجيت كده قعدت كده شويه نسمع كده. كنت شغاله اصلا سوره البقره، ودلوقتي هنرجع كمان لاوضه النوم عشان نرتب السرير اللي ما كناش رتبناه بالحركه السحريه بتاعتي زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم انا بقيت بحب المونتاج قوي عشان بيحسسني ان الحياه كده سهله. هنا كنت بوريكم التسريحه بتاعتي، حاسه اني مش راضيه عنها خالص، مش راضيه عن الكركبه اللي هي فوقيها. وعايزه اقول لكم كل الحاجات دي اصلا انا ما بستخدمش تلات ارباعها مثلا، يعني انا بستخدم حاجات بسيطه جدا. في واحد هنا طبعا معتبر السرير بتاعه واحنا ضيوف عنده. بصوا هنا انا بعد العصر بكتير، يعني كان عدى وقت طويل قوي من بعد الفطار، انشغلت مع سولي، وبعدين اتصل بيا بابا سولي تمام عشان يقول لي الجمله اللي كل ست تحب تسمعها في العالم، ما اعتقدش ان في حد يختلف عليها، اللي هو تعمليش غدا يلا عشان ناكل بره. فعايزه اقول لكم كنت مبسوطه قوي لان انا فعلا ما كانش ليا نفس النهارده بالذات اعمل غدا. رحت عملت شاي باللبن بالنعناع، ما اعرفش بقى ايه العك ده، وجيت اتفرج على اليوتيوب فلقيت بنوته كده اموره تمام. فيعني قلت اما اشوف بقى البت دي مين وبتقول ايه قعدت اتفرج على الفيديو بتاعي تمام. عايزه اقول لكم ان انا بحب لما انزل فيديو اشوفه على الشاشه، يعني بحس انه لا، على الشاشه بقى حاجه مختلفه، ولا كأن انا اللي صورت اصلا ومنتجت وعملت كل الكلام ده. الغريب بقى ان انا ما بحبش اسمع صوتي. تخيلوا بقى ان انا كده لما بشغل فيديو ببقى متضايقه ان انا سامعه صوتي، يعني ما اعرفش بقى ده كسوف ولا مش عارفه، مش قادره افسر الموضوع بصراحه. المهم يلا نجهز سوا وهوريكم ايه هي الحاجات البسيطه جدا اللي انا بستخدمها لما باجي اخرج. طبعا الاساس ان احنا نحط سان سكرين. انا بستخدم اللي هو ديرماتيك بعد المقاطعه. قبل المقاطعه كنت بستخدم يورياج، وبصراحه احسن بكتير قوي قوي قوي، يعني مفيش فرق. بس هنعمل ايه بقى عشان موضوع المقاطعه ده؟ لو تعرفوا سان سكرين مصري كده ويبقى حلو قولولي، لانه ديرماتيك ما عجبنيش خالص بصراحه. وبالنسبة للمسكارا الأيام دي بستخدم مسكارة ميبلين اللي هي سنسيشيال سكاي هاي، حلو على فكرة، جميلة يعني لطيفة. بس كان عندي واحدة تانية كنت بحبها أكتر من ميبلين برضو، يعني هبقى أوريها لكم إن شاء الله في فيديو تاني. وبستخدم كمان اللي هو الكونسيلر بتاع لوريال برضو لطيف، بحط كده شوية مثلا نقطة كده تحت العينين وحوالين البق وكده، بس مش بحط يعني فاونديشن كامل.
وكمان البلاشر بتاع شي جلام، هو حلو بس مشكلته مش ثابت قوي يعني، بس بحطه في الخروجات اللي هي بتبقى سريعة مش كتير. وروج كده لونه هادي، وساعات بحط كمان الليب جلوس بتاع ميبلين اللي هو بيبقى شفاف، ده بيبقى حلو قوي بصراحة. هنا وصلنا للمطعم، المرة دي هناكل فيه خواطر دمشقية. طبعا أكل سوري، شاورما سوري. يعني عايزه اقول لكم شاورما سوري، يعني انا مش من يعني ماليش تقول عليها قوي، بس بتوحشني من وقت للتاني، بالذات في خواطر دمشقية. لا هي حلوة، وعندهم كمان التومية بتاعتهم خطيرة بجد، حلوة قوي. كانوا حاطين كده تومية سبايسي وعادية، وحاطين كمان كوبيبة. والشاورما هي بوريها لكم، لا يعني بصراحة كانت حلوة قوي. عايزة اقول لكم انا جوعت وانا بعمل لكم فويس اوفر يعني الصراحة انا جوعت، انا عايزة اكل تاني. لا كانت لطيفة. وطبعا الأحلى من كده إن الواحد ياكل وهو مرتاح. يعني فكرة إن احنا نطبخ كل يوم أصلا بتبقى ملل وزهق. فحقيقي يعني حاولوا إن انتوا كده كل فترة تاخدوا بريك، تطلعوا كده يعني تاكلوا برا أو حتى تشربوا حاجة برا. هي الفكرة بس ان انتوا تكسروا الروتين، فاهمين؟ متخلوش الحياة كده ماشية برتم واحد. لا يعني كل مرة كده نغير ونعمل حاجة احنا بنحبها او تريحنا. لان الواحد بيزهق من الدنيا لما بتبقى ماشية كده كل الايام شبه بعض، مش بيبقى الموضوع حلو خالص. ولو جوزك مش من النوع اللي بيفهم في الكلام ده، ممكن تطلبي منه، يعني ممكن تقولي له يلا نخرج، يلا نعمل إيه، بلاش النهارده مثلا ناكل اكل تقيل، نعمل حاجه خفيفه مش عارف ايه. يعني حاولوا ان انتوا كده تغيروا، والرجاله بالذات يعني محتاجه حد يقول لها يعني ساعات كتير قوي بيبقوا مش عارفين هما المفروض يعملوا ايه. يلا بقى نروح لليوم اللي بعده ونشوف عملنا اكل ايه. بصوا في اليوم ده كان نفسي في بيتزا، ومش اي بيتزا، كان نفسي في بيتزا تشيكن رانش. يعني اللي هي شبه بتاعه بيتزا كوين اللي أنا عجبتني قوي اخر مره اكلتها هناك، كانت تحفه. فكان عندي شويه ستريبس اللي هي المجمده دي، كان باقي معايا قطعتين بس قلت مش مشكله يتحطوا كده فوق البيتزا. وطبعا قطعت طماطم وفلفل وزيتون وعملت صلصه، وحطيت رشيت عليها اوريجانو دلوقتي. بس. وطبعا موزاريلا الوادي الاخضر حكيت لكم عليها في فيديو المشتريات، بصراحه حلوه قوي تحفه. ودي طبعا الصواني بتاعه البيتزا. وفي واحد هنا قليل ادب مترباش، جاي يشوف احنا بنعمل ايه مع ان هو عنده اكله بس هو جاي حاشر مناخيره كده في كل حاجه. بص هنا كنت بوريكم الكارثه، يعني كارثه عملتها. لا والمشكله ان انا كنت واثقه من نفسي ومصوره لكم الوصفه اللي انتوا شايفينه ده قدامكم، ده كوكيز. انا كنت بعمل لكم كوكيز بس صح على بعضه وانا مش فاهمه صح على بعضه ليه، انه طعمه حلو قوي. عايزه اقول لكم اتضايقت جدا جدا، اصلا يومها كنت نفسي في كوكيز قوي. والطريقه دي انا مجرباها قبل كده وكانت حلوه، فانا مش فاهمه ايه اللي حصل. بس ما علينا، يعني اكلته كده زي ما انتوا شايفين. المهم هنخلص مع بعض البيتزا. عايزه اقول لكم بعيدا عن الكوارث اللي بتحصل من وقت للتاني، بس انا يعني فخوره بنفسي قوي ان انا اتعلمت الطبخ فتره قياسيه. يعني عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش بعرف اطبخ قبل الجواز. يعني كنت بعرف اعمل مثلا حلويات، حاجات خفيفه، بس طبخ لا ما كنتش بعرف. يعني بسبب يعني هو انا ما حاولتش اصلا، بسبب ان انا طبعا الدراسه بتاعتي كانت صعبه، وما كانش في وقت خالص ان انا مثلا ادخل مطبخ او اتعلم حاجه او كده. يعني حتى وانا لما كنت مخطوبه كانت ماما تقعد تقول لي يلا بقى نعلمك مثلا طبخ والمش عارف ايه والمحشي والحاجات دي. ف كان الموضوع صعب، انا ما فضيتش. يعني انا كنت اصلا اتجوزت بعد الامتحانات على طول بتاعت اخر سنه في الكليه، فيدوب هو اخر شهر قبل الجواز هو اللي انا عملت فيه كذا حاجه، يعني اتعلمت فيه كذا حاجه. والباقي بقى خلاص كده بالحب يعني اللي هو بعد الجواز بقيت بقى طبعا هو كل حاجة موجودة على النت، يعني الموضوع ما بقاش صعب. ف... فكل وصفة كنت بقعد بقى احس ان انا بحضر ماجستير في الوصفة دي اللي هو ده اتفرج على فيديوهات كتير ليها وبعمل بقى بالملي بالعارفين اللي هو كنت مهووسة ان انا اعمل الاكل مظبوط.
وكان الحمد لله بيطلع حلو بصراحة. يعني ما كانش يعني نادرا جدا جدا ما في اكل مثلا باظت مني، بس الموضوع كان مرهق في الاول طبعا اكيد. يعني لو انت مثلا اتعلمتي قبل الجواز بحبة بيبقى الطف، بس ستيل انه لطيف ان انتوا تجربوا في بعض يعني مش وحش يعني. واغلب الشباب دلوقتي بقوا مقدرين الموضوع ده، يعني بقوا خلاص متقبلين الفكرة. انا بس حبيت اطمنكم، يعني لو في واحده لسه ما اتجوزتش ومش هتعرف تطبخ، الموضوع والله سهل، ودلوقتي اصلا النت ما خلاش حاجه، فهتتعلمي بسرعه ما تقلقيش يعني. بصوا كنت بحط دلوقتي الحاجه على التوبينج على البيتزا، وللاسف نسيت ان انا احط بصل. هو انا يعني نسيت لان انا في العادي اصلا ما بحطش بصل، عمري ما بحط بصل على البيتزا، بس لاحظت انه البيتزا التشيكن رانش تحديدا في المطاعم بيحطوا فيها بصل، وبيبقى طعمها حلو قوي يعني، مش بيبقى وحش. فللاسف كان نفسي قوي احط بصل واشوف الدنيا هتمشي ازاي، بس مش مشكله لما نجرب مره تانية يعني. وحطيناها طبعا دلوقتي في الفرن، وفي خلال ما هي في الفرن هعمل شاي بالنعناع. انا بعشق الشاي بالنعناع بجد، بالذات لو شاي براد بيبقى كده حاجة مزاج، حاجة بتدخل عارفين بتعمل مساج للدماغ كتر ما هي حلوة. عايزة اقول لكم انا الفترة دي حاسة ان اكلي مش صحي خالص، يعني حاسه مش متاكده لسه بس هو بجد ما بقاش صحي خالص. بقيت باكل معجنات تقريبا كل يوم وعيش، وبقى يعني الدنيا كده مش الطف حاجه. حاسه انه محتاجين نعمل نقطه نظام كده نظبط الدنيا. هو الصراحه بيبقى صعب شويه، بس ايه، حاول اظبط الدنيا كده بالراحه، فاهمين؟ لو ما ندخلش كده بقلب جامد دايت ومش عارف ايه، لا يعني نعمل كده بدائل لطيفه شويه شويه لحد ما نتعود وندخل ان شاء الله كده في نظام لطيف. المهم دلوقتي ايه، كنت بعمل كنت بخلص معاكم الشاي بالنعناع، وعايزه اقول لكم الشاي بالنعناع او الشاي عموما مع المعجنات ايا كانت او الفطاير او كده سواء بيتزا او غيرها، بيبقى بجد حلو قوي قوي. يعني بيبقى من الحاجات الدافيه كده اللي بتحسسكم بالدفى وبتفكرني كده بالعيله وبحاجات لطيفه. وكده البيتزا خلصت الحمد لله، والفلوج بتاعنا كمان خلص بسرعه والله. بجد حاسه ان الوقت كده كان بيجري مننا، بس عموما انا مش هتاخر عليكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. وممكن يعني بفكر ان احنا نثبت يوم الخميس كده، كل خميس مثلا ننزل فيديو، وباقي ايام الاسبوع لو يعني ظبطت معايا ان انا عندي فيديو انزله، ولو لا مش مشكله. ابقى قولوا رايكم في الكومنتات لو الميعاد ده مناسب ليكم ولا لا. وبكده هضطر اقول لكم مع السلامه، باي باي، وهتوحشوني قوي للفيديو الجاي.